كتعرض الأسرة لمواقف كثيرة خاصة عليها مواجهتها، ومن هذه المواقف هي مرور الأسرة بأزمة مالية ربما كتستمر مدة طويلة أو لفترة محدودة، ولكن اللي كيحدد استمرار هذه الأزمة أم توقفها هو طريقة التعامل مع هذا الظرف. اليوم هاك سي محمد الوازنة، كيفاش نواجهوا دوير الزمان؟ زوين هذا دوير الزمان، الصيغه اللي معطيه بها دوير الزمان هي ديما ديك الصيغه السلبيه، يعني ازمه ماليه، واحد الطريق جا وانا ما موجدش ليه. في الجانب التنظيمي، الانسان اللي عنده سالاري او لا كيف ما بغى يكون كيكون معرض في الحياه ديالو لواحد الفترات اللي ربما كتجي واحد الازمه ماليه، واحد المشكل اللي عنده عوائق ماليه اللي كيتموجين، ربما ما كتكونش معول على الضياف غادي يجي وكيريحوا عندك بزاف، ربما غادي تكونش معول على شي حاجه في الصحه ديالك وغادي تطرى. دونك هنا في التدبير المالي ديما كنقولوا هذاك الصندوق ديال الطوارئ. وبالنسبه مثلا حنا كنقول صندوق الطوارئ، كل واحد كيمشي على حساب الدخل ديالو، على حساب جيبو، وعلى حساب القدره الادخاريه لهذا الصندوق. يعني ماشي كنكثر على راسي راه ديما الطريق غيجي، لا، غير كان بحال كيقول لك بالمهل كنبدا كيبدا يتكومولا. واخا كيفاش نديروا لهذا الصندوق الطوارئ؟ مثلا بالنسبه للناس اللي سالاري، اشنو هما الازمه الماليه اللي تقدر تجيه؟ اول ازمه ماليه هو يفقد السالير ديالو، يفقد السالير ديالو، الاستقرار ديالو ما كيبقاش، الاستقرار ديال الاسره، الامل المالي ديالو ما كيبقاش. من الاحسن انه يدير واحد الخطه ديال الادخار اللي يخلي فيها ما بين 3 شهور حتى ل 6 شهور ديال الاستقرار الاسري ديالو، المستوى المعيشي ديالو ما يتقاش. يعني 3 شهور ديال السالير ديالو، او لا 4 شهور، او لا 5 شهور، حتى نفسانيا هو كيكون عايش مرتاح. بالنسبه للناس اللي مثلا عندهم واحد الدخل اللي ماشي دي سالاري، الدخل يومي، هذاك الدخل اليومي ربما ان الدخل اليومي كنمشي بشويه عليا، كندخل 100 درهم، نحسب راسي سيدي انا كندخلها سيدي 90 ولا 80 درهم، ونحط هذيك 20 درهم. بحال الناس اللي عندهم الطاكسيات مثلا، راه الطريق شنو هو اللي كيكون عنده؟ هو يوقف ليه الطاكسي. دونك حتى هو خصو يوجد، كيكون عارف عنده المينتونونس ديال الطاكسي راه كيوجد فيه، عارف انه واحد النهار غيخصو يدير بنوات، عارف هذه. دونك ضروري يدير واحد الظرف ديالاش، ديال ان هذاك الطاكسي راه خصو المراقبه، خصو يتقاد، خصو بزاف ديال الامور. كما الا جيتي توصلتي خسر لك الطاكسي هذيك الساعه، راه كتبلوكا. بالنسبه للاسر عامه، الا خديتي هذا المبدا انني ندير واحد الادخار، غادي لاي طريق يطرى ليا في الحياه ديالي غادي نحطو وغادي نكون ملتزم به. هي الحاجه الاولى. كما المبلغ، غير بدا في الاول، باش بديتي كتولي عندك واحد العاده زوينه، العاده النهار الاول، الشهر الاول، الشهر الثاني. المهم هو الواحد يبدا نهار كيجي واحد الظرف، كتلقى اموا الا ما لقيتيش 100% من هذاك المبلغ المالي، غادي تلقى واحد 40 50 60 80 حتى 90%. راه ماشي بحال في قمه الازمه الماليه كتكون الانسان مستريسي، كيكون معصب، كيكون القرار اللي غياخذه ما كيكونش شي قرار اللي هو مبني على واحد المده طويله، كيكون غير لحظي. خصني نفك هذا المشكل. وفاش غتفكها قرار مالي باش كيتفك؟ يا اما بالكريديات تاخذ من عند حبابك، يا اما تبيع شي حاجه اللي انت عندك، وهذاك القرار هذيك الساعه ما كتكونش ضارب لي حسابات بزاف. دونك من الاحسن نبنيو الحياه ديالنا على كاينه الطوارئ كطرا، وخصني نوجد لها على قد المستوى المعيشي ديالي والدخل ديالي. ومن الافضل ان اي حاجه نضربوا لها حساب. فشكرا ليك سي محمد الوازنة.